السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده هنقدم لكم طريقة كنافة بالمهلبية وعليها الجلاش، طريقة سهلة وبسيطة. معايا كنافة اهي، طبعا انا فركتها. معايا مهلبية. المهلبية دي عبارة عن كوبايتين من الحليب، 3 كوبايات من الحليب، عليهم معلقتين من النشا، عليهم معلقتين من الكريم شانتيه، عليهم 3 معالق او 4 معالق من السكر طبعا حسب الرغبه. معايا بقى هنا سكر، طبعا قلبتها على النار لغايه ما تقلت معايا. معايا هنا نص لف الجلاش، ومعايا سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالسمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها بالسكر وهقلب الكنافه. بس احنا هنعمل ايه؟ حاجه تانية. انا معايا هنا لفه الجلاش طبعا مربعه، انا طبعا هاخد نصها زي ما قلت لكم، وهسيب النص التاني ايه بحاله. تمام. طبعا عندي الترابيزه نضيفه، بفردها كده، واجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها اهي، واظبطها كده من كل الاتجاهات، وابدا اللي انا ايه ادورها، اللي انا اقطعها كلها. تمام. هقطعها كده وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، احنا دورناها عملناها على شكل دايره. تمام. نحطها بقى في الصينيه. هنجيب بقى الكنافه بتاعتنا، طبعا حطينا عليها السكر والسمنه، نبدا بقى ندعك فيها ونشرب الكنافه كلها السمنه بتاعتنا. طبعا حبه السمنه اللي احنا حطيناهم دول كفايه جدا، بس هنحط لها حبه سمنه كمان، اللي احنا طبعا الكنافه عارفين اللي هي بتحب السمنه اهي. طبعا احنا ما بندهنش الصينيه. تمام. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كميه الكنافه كلها. هبدا بقى ان انا اضغط عليها واطلع لها حروف من الجنب عشان طبقه المهلبيه. تمام اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الحروف اللي هي عاليه قوي؟ تمام اهو. اهو. تمام. هغسل بقى ايدي. زي ما حضراتكم كده شايفين. هبدأ بقى ان انا احط المهلبية بتاعتنا. طبعا لازم تكون المهلبية تقيلة
مش خفيفة زي اللي احنا بنعملها، لا لازم تكون تقيلة. دي القشطة الكدابة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو بوزعها كده. هجيب بقى الحروف بتاعتنا. مش مشكلة اي شكل. تمام. تمام. طبعا بنحط الحروف دي كلها من تحت عشان نغطي طبقة المهلبية بتاعتنا اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هحط بقى سمنة. الله اكبر الله اعظم. تمام. نفرد بس عليها كده حبة سمنة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. استغفر الله العظيم. استغفرك واتوب اليك. اهو. خلاص احنا قربنا نخلص. اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. هنحط بردك سمنة. اهو. هنجيب بقى الورق بتاعنا. نجيب ورقتين كده نحطهم ونغطي الكنافة كلها اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام كده. هاخد بردك ورقتين اهو. اهو. عشان تكون مورقة من الأطراف. نحط بقى آخر طبقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما حضراتكم كده شايفين انا خدت الورقة الأخيرة قطعتها على الترابيزة او على الكوانتر بتاعك، واتنين قدام بعض، مثلا انتي ووالدتك او انتي واختك، بتحطوها على الصينية بالراحة. طبعا لازم اللي احنا نقطع حتة الجلاش بس من فوق عشان نكون معلمينها. تمام.
لو غير كده مش هتعرفي تقطعي الجلاش بعد ما يخش الفرن ويستوي. انا كده قطعتها بس بشويش، اللي انا اول ما اطلع من الفرن ابدا بقى اللي انا اقطعها تتقطع معايا بكل سهوله. ندخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، هتاخد في حدود من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. بعد كده ارجع لكم تاني نحط الشربات مع بعض، او ممكن انا احط الشربات. طبعا الشربات بيبقى بارد وهي بتبقى سخنه، لكن لو عايزاها بقى طريه شويه، اذا كان الكنافه او الجلاش بيبقى السيرب بتاعها تقيل بيبقى بارد، لازم اللي هي تكون هي سخنه والشربات بارد، او هي بارده والشربات سخن. تمام. لو عايزاها بقى اللي هي تكون طريه بقى، ممكن يكون الشربات دافي شويه وهي سخنه تطلع معاكي طريه، بتغطيها وبتطلع معاكي طريه. تمام. ندخلها بقى الفرن وبعد كده ارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم كده شايفين احنا طلعناها من الفرن وحطينا عليها الشربات بتاعها، سيبناها بقى تبرد. هطلعها بقى من الصينيه، هطلع لكم قطعه كده وارجع لكم تاني. وكده حبايبنا الشكل النهائي للكنافه بالجلاش بالكريمه اهي، زي ما حضراتكم كده شايفين اهي. شايفين طبقات، شايفين الطبقات بتاعتها، طبقة جلاش وطبقة كريمة وطبقة كنافة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. انا ما غطيتهاش، انا حطيت بس عليها الشربات وسبتها في الهواء، هي طالعة طرية ما شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.